السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنطبق مع بعض الترند بتاع رمضان الجميل والخيامية الحلوة دي. طبعا هنطلع منها سرير 6 قطع اطفال، 2 مخدة و2 خدادية والملايتين، بس الملايتين هيكونوا بأستك ان شاء الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهل، اللهم اجعل الصعب سهل وما توفيقي الا بالله. جبت دي 8 متر. هنطلع ال90 سنتي بتوع المخدتين، 90 سنتي. يعني هاخد من هنا كده عشان تبقى واضحة معاكم ال90. ماشي كده لغاية هنا 90 سنتي، وهبتدي اقص بقى. طبعا بنطر القماش كويس جدا عشان ما يبقاش في حاجة تخش معايا تحت المقص وانا بقص. انا باجي قدام الكاميرا اهو عشان تبقى كل حاجة واضحة. بسم الله. القماش ده قطن يا جماعة، 3D، بس خامته كويسة جدا جدا جدا. بيبقى فيه 3D بس تبقى الصبغة بتاعته متنشية جامد، فتحسيها ناشفة كده وما بتعجبش العملاء بتوعنا. فالواحد بيحاول يشوف الملمس الناعم بتاع القماشة اللي تريح العميلة، علشان برضك دي ملايات لازمة يبقى ايه القطن بتاعها كويس وباين، ميكونش اي كلام. لازم نريح العملاء بتوعنا. ادي كده المخدتين طلعوا. شغلي على الاوفر على طول واطبق على المقلوب علشان اشتغل على طول. ادي اول المخدتين كده اولنا. ادخل ديت طبعا لو انا هقص بالطول الرسمه مش هتيجي معايا واقفه، انا عايزه الرسمه واقفه مش عايزاها نايمه. فزي ما انا ماشيه كده هعمل ايه؟ هاخد 70 اللي هو طول الخداديه بتاعتي. تمام، ادي كده ال70. اصبح ان انا بدل ما اخد 1.10 واقسمهم نصين، خدت ال70 وهطلع الخداديه الوش من هنا الاول. لازم تركزوا مع الرسمه وتشوفوا رسمتكم. الخداديات ده بحب اقيس مرتين، في البدايه والنهايه، علشان ما منساش. إيه، لو القماش فيه وربه ولا حاجه يبقى كل حاجه واضحه. هبتدي اقيس من هنا 55. شايفين الرسمه دي هتبقى كده على وش الخداديه، تبقى باينه كده. بس انا عايزه اطلع الرسمه دي للعميله بتاعتنا تفرحها وتبقى شكلها حلو. فانا عايزه اخدها ايه، حاجه تكون واضحه. دي كده كويس. لازم الواحد يطلع شغله تمام التمام، ما يخرش الميه. عايزه شغل كله اتقان يا جماعه، الاتقان الاتقان الاتقان. هبتدي اقص من هنا 55 وابص على الرسمه، مش 55 واقص، لا، هبص على رسمتي واعدل رسمتي كويس جدا واظبط حالي كده. تمام. حلوه الرسمه جميله دي كده 55. نقيس كده الجنب التاني عشان لو في اي ورب ولا حاجه نظبط الورب اللي هيطلع معانا. لا حلوه. طب والناحيه التانية برضك هتبقى حلوه اهي، عشان العلامه بتاعتنا ما تروحش. هتبقى بوجي وطمطم رمضان كريم، وهتبقى كده هنوقفها كده. لا جميله.
وانا ممكن اخلي لها دي كمان، بس يعني هي احنا عايزين نديها الرسمتين، مش مش هنخلي الاتنين نقشة واحدة، تشكيلة تبقى حلوة. انا بحب اهتم بعملائي جدا، وبحب اهتم بشغل عملائي جدا جدا، لان بفضل الله لما بعمل لزبونة شغل بفضل الله بترجعني مرة واتنين وتلاتة وعشرة، خلاص بقى عندها ثقة وبقيت عارفة المبسملة بتعمل ايه. فانا مش محتاجة ان انا اتكلم على نفسي، الحمد لله عملائنا يشهدوا بكده. دي هنلفها وهتبقى الوش بتاعها كده تمام كده. ادي كده الوشين. طيب هاخد الظهرين 55. الحته الصغيره دي مش هطلع منها قلاب، استحاله يعني ان انا اطلع الصغيره دي قلاب، انا مش بحب القلاب الصغير خالص. يعني ممكن ارمي دي عادي بس اعمل شغلي مظبوط. بصوا هو هيبقى 10 سنتي، في ناس بتشغله بس ايه 10 سنتي دي لا يترمي، مش اشكال. يبقى انا كده طلعت القلبين كده، احنا خلصنا المخدتين تمام كده. هطلع الملاية بتاعتي كام؟ 123 عرض القرصة بتاعتي هي 23. هسيب 3 سنتي علشان الخياطات. السرير 1.20 هسيب 3 سنتي تمام كده. يا رب كده المعلومة تبقى سهلة وبسيطة عليكم. هبتدي اقص اول ملاية او اول قرصة. خدت 123 قبل ما اشيلها هروح واخده المقاس التاني معايا، الملاية التانية اهي، واعلم على نفس الملاية واروح شايله اللي تحت واخد التانية. هبتدي اقص التانية، قصتها سهلة وبسيطة مش محتاجة اي حاجة. بعد كده هعمل ايه؟ الملاية بتاعتي دي 1.20 اهي، هنأكد مع بعض تاني علشان المقاسة لو بقت 25 هنشيل ال2 سنتي في الخياطة. لو انت هتزودي في الخياطات ال25 حلوة مش مشكلة. هاخد من هنا مترين ده كده هيبقى ايه تحت الرجلين مترين. وادي الناحية التانية مترين، متر ومتر. وهبتدي افصل، طبعا دي مش هتبقى 40 سنتي خالص يعني لا عارفاه. هو انا بدل ما اخد وقت فراغ في الخياطة واخد مساحة في الخياطة هضرب فورتي هنا واضرب فورتي هنا واعمل ايه واعلم على الوش علشان ما تهدرش منه قماش. يعني هاخد دي كده وهاخد دي كده تمام كده اهو. يبقى انا كده علمت علامتي واخيط دي من تحت وارجع ارد من فوق عشان ما اهدرش في الخياطه والقمر. دي حركه كويسه برضه.
الله يهديكم يا ولاد. انا هنا خدت متر اهو عشان نشوف بقية القماش، عشان انا هخلي قماشي كله سوا واحد. 25 يبقى 25، ما فرقتش على 2 سنتي زيادة. الناحية دي متر كده 2. تمام. وهعلم العلامة بتاعتي. الناحية التانية العلامة بتاعتي. ودي مقاس دي، واضرب خرط في الجنبين. تمام كده. كده انا هحتاج ايه للملايتين بتوعي؟ هحتاج الجنبين الطوال مترين في 40. بصوا وهقسم دي كده عشان القلاب بتاعي يبقى 20 سنتي. تمام كده. ادي كده المخدتين، دول المخدتين، ودول الخداديتين، ودولت الملايتين بالوصلات بتاعتهم. يا رب يكون الفيديو واضح والشرح واضح، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب شير فيديو استفيدي. دعوة حلوة من قلبكم، ولو بتتفرجوا عليا من على الفيس يا ريت تعملوا شير ولايك. شكرا جدا.